السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بزاف ديال الناس كيسولوا على حكم الاحتفال بالسنة الأمازيغية. بغيتي تعرف الجواب؟ كمل الفيديو حتى الآخر. ما حكم الاحتفال بحلول السنة الأمازيغية الجديدة، علما أن بعد غد سيحتفل الناس بها؟ يعني كان الناس يقولون: عش رجبا ترى عجبا، عش رجبا ترى عجبا. كنا نسمع باحتفالات الناس بالسنة الميلادية وما يرتبط بها من الأمور الشركية الكفرية، وما يعني دخل فيه المسلمون من ذلك الأمر الشنيع. ثم بعد ذلك صار الناس نكاية في أهل الكفر يحتفلون بدخول السنة الهجرية، وهو أيضا أمر غير مشروع، ولو كان مشروعا لاحتفل به الصحابة رضي الله عنهم. فإن الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه لما اتفقوا واصطلحوا على يعني التأريخ بالهجرة التي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ما جعلوا ذلك اليوم يوم احتفال، وإنما كانوا يعني يجعلونه من باب معرفة يعني حلول آجالهم. كيعرفوا الأجل ديال الدين، كيعرفوا الأجل ديال الزكاة، كيعرفوا كذا، داكشي باش داروا هذا التاريخ، لا أقل ولا أكثر. أما أن يحتفل الناس بحلول يوم من أيام السنة وانقضاء سنة من أعمارهم فهذا عين السفه، سواء قلنا السنة يعني الميلادية ولا السنة الهجرية ولا السنة الصينية ولا السنة شوف سميها ما شئت، فكل ذلك محرم. أما هذه القضية اللي كيسميوها يعني السنة الأمازيغية فهي أمور محدثة، يعني كنا نعيش مع الأمازيغ يعني عقودا من الزمن وما سمعنا بذلك. فالآن يعني يراد لهذه الأمة أن تتفرق وتتمزق أوصالها، وهذا في الحقيقة كان من خطط الكفار في زمن الاحتلال، لما ظهر الظهير البربري وأرادوا أن يفرقوا بين يعني العرب وبين الأمازيغ، ولكن أجدادنا كانوا أعقل منا، وكانوا يخرجون يعني في وجه يعني المحتل ويجابهونه ببعض الأهازيج التي كانت تحفظ إلى عهد قريب. كانوا كيقولون مما أذكر يعني: اللهم احفظنا فيما جرت به المقادير ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر. هذا كانوا كيقولوا، يعني كيعرفوا بأنهم أمة واحدة، التحموا وجمعهم الإسلام ووحدهم وتصاهروا وتناسلوا، فلم يبقى هناك فرق بين هذا وهذا. يعني كل الحضارات يعني انطمست. واش احنا دابا نحن العرب مثلا هل نحن إلى الحضارات البائدة؟ واش كاين شي واحد غادي يحتفل الآن بأبو جهل ويقول لك راه احنا الحضارة ديال أبو جهل والحضارة ديال يعني الكفار ديال قريش يحتفلوا بهم؟ ولا المصريين يحتفلوا يعني بالفراعنه يقول لك هذوك هما اجدادنا؟ ولا العراقيين يحتفلوا يعني بدوك الاصنام ديالهم ديال السومريين وكذا والاشوريين؟ هذا يعني من السفه. فكيفاش يجوا الامازيغ الان ويقول لك بغينا نحتفلوا ببعض الشخصيات اللي هي كانت يعني مجوسيه؟ كيف؟ الاسلام قطع كل الصلات بهذه الامور. ثم هذه السنه اللي كيحتفلوا بها ما هي الا سنه معروفه كانت تعرف عند اهل الفلاحه، هي كانت السنه الفلاحيه، وما يردوها السنة الأمازيغية. كانت السنة الفلاحية كيديروها الفلاحة، كيعرفوا بها الوقت ديال الحرث والوقت ديال كيف النهار اللي يزبروا والنهار اللي يديروا كذا والنهار اللي يحصدوا والنهار كذا، صافي، لا أقل ولا أكثر. فقضية الاحتفال بهذه الأيام وإعطائها الصبغة يعني الشرعية فهذا يعني مما يعني ابتدعه الناس. وأنا سمعت يعني في العهد القريب يعني قبل يوم تقريبا قال بأنه كيصنعوا واحد الطعام معين، لان هاد الناس دابا اللي بغاو يدخلوا هذا الشيء بالقوه ولاو كيوضعوا له بعض الرسوم بعض الطقوس حتى تترسخ في ذاكره الامازيغ ويشب عليها الصغار ويكبر عليها الكبر. فقالوا لك يعني كيوضعوا واحد الطعام معين، وقال لك كيوضعوا واحد العلفه ديال التمر، وكيرميوها، قال لك يغمسوها الوسط يخلطوها وكيبقاو ياكلوا. فقال لك اللي كلا وجد هذيك العلفه ديال التمر خلاص هذاك غادي تكون السنه ديالو مزيانه وفيها الرخاء وفيها كذا كذا. هذا إن ضاف إليه هذا المعتقد الفاسد فإنه يعني دليل على السفه ودليل على الغباء. فما علاقة هذا وهذا؟ فقد يوافق يعني ذلك تلك النواة يعني رجل يعني قرب أجله أو قرب سقمه أو قرب فقره، فهذا يعني لا يستقيم إلا في أذهان أهل الجهالة. فالقول الذي يقوله أهل العلم أنه لا يجوز الاحتفال بهذه المناسبات الباطلة وإن ادعى أصحابها ما ادعوا، وهذا ليس تنقيصا من هؤلاء يعني الإخوان، فنحن لا يفصلنا عن إخواننا شيء، فالله عز وجل يعني جمع بيننا بالإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا فضل
لأعجمي على عربي ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى. هذا لونه كحل وهذا لونه أبيض، هذا لونه أحمر هذا لونه أصفر، هذا لونه أصفر جاي من الشينوا، مسلم صيني، شكون اللي يحسن، المسلم الصيني ولا المسلم القرشي؟ بحال. وإنما يتفاضلون عند الله عز وجل بالتقوى، كما قال الله عز وجل: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأنا في الحقيقة أريد من إخواننا من طلبة العلم الذين يتكلمون باللسان الأمازيغي أن يتكلموا في هذا الأمر، لأن كلامهم يكون أبلغ. لأن من كنتكلموا إحنا اللي مثلا من العرب فنتهم بالعنصرية وبكذا وبالتحامل وبكذا، وهذا إنما نقوله ديانة ولا نخشى في الله لومة لائم، وإنما نريد الخير لإخواننا المسلمين عموما سواء كانوا عربا أو عجما، والله من وراء القصد. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت